السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعمل النهارده مكرونه فرن بس بالسجق. تمام، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا النهارده بتقول ايه. هنجيب معلقه زبده كبيره. تمام، هنزل عليهم ببصلتين. تمام، مفرومين في الكبه. هشوحهم تشويحتين كده وبعدين هنزل عليهم بالسجق. خلاص كده البصل دبل معانا. هننزل بنص كيلو سجق مقطعينه. تمام، مقطعات صغير خالص وهشوحه. تمام، هنشوح السجق. هنحط له ملح وفلفل، بس ايه ناخد بالنا من الملح عشان كده كده السجق فيه التوابل بتاعته ومملح. تمام، احنا هنحط له حاجه بسيطه قوي عشان ايه ما تبقاش مملحه قوي. تمام تمام، هنحط يا دوبك ايه نص معلقه صغيره ملح، ونبقى ندوق برده عشان نشوف الملح كده مظبوط او لا. وشويه فلفل، دي خلطه انا عاملاها فلفل وحبهان وجبه صيني وورق لوري تمام، الخلطه دي حلوه جدا وبتخلي الاكلات في منتهى الجمال. هبقى انزل لكم يعني الطريقه بتاعتها. بحط كله في الكبه وبطحنه وبخليه كده على طول مع الفلفل الاسود. بس هعصجه بقى على طول وبعدين هننزل عليه بطماطميتين متقطعين ونسيبه يتسبك شويه وهو كده جاهز ايه ان احنا نحطه في المكرونه، في قلب المكرونه. تمام كده خلاص، قلبناه اهو، شوحناه خالص. بعد كده هننزل عليه بكام طماطمايه متقطعين. بس هنسيبه بقى ايه يتسبك مع نفسه كده والطماطم تدبل لحد ما نسلق المكرونه ونعمل البشاميل. بس السخونيه بس. يلا هنعمل البشاميل. تمام، هحط معلقه كبيره زبده وهنزل عليهم ب4 معالق دقيق. وهقلبهم لحد ما يتحمروا في الزبده. بعد كده هنزل عليهم باللبن الساقع. حلو. هنزل عليهم بلتر لبن ساقع وهدوب بقى هدوب كله. بعد كده نرفعه على النار. خلاص كده حطينا، ايدك فيه على طول بقى لحد ما يتقل القوام معاكي. هنديله رشة ملح ورشة فلفل. تمام، حاجة بسيطة كده عشان نطعم البشاميل بتاعنا. بس ايدك فيه بقى لحد ما القوام بتاعه يتقل معاكي. خلاص كده خلصنا البشاميل، ده القوام بتاعه جميل. تمام، هنبتدي بقى نعبي الصينية بتاعتنا كده. الاول هنا هبتدي احط كبشة بشاميل كده على المكرونة ونقلبها عشان كلها تبقى واخدة من البشاميل كده وتبقى حلوة.
الصينية بتاعتي مبطناها زبدة، هنزل بنص المكرونة هنسويها كده. بعدين ننزل بالسجق، بعدين انزل بالنص التاني من المكرونة. بس هقفل الصينية وبعدين نحط لها البشاميل وندخلها الفرن. هي لمدة 10 دقايق هتاخد وش. لو عندك جبنة موتزاريلا حطيها، احط لها. انا مش عندي بصراحة، كانت خلصانة، فممكن تعمليها كده عادي. هتدخليها تاخد وش تحت الشواية. الاول تحطيها 10 دقايق كده من تحت، عشان احنا المكرونة مسوينها نص سلقة، يعني تلتين سلقة كده. تمام. هتدخليها شوية من تحت 10 دقايق وبعدين تطفي من تحت وتولعي لها الشواية 10 دقايق برضو. تمام. بس وبتبقى جميلة وجوسي وحلوة، وقدموها بألف هنا وشفا لولادكم يا رب. هدخلها الفرن وهوريها لكم لما تطلع. طلعناها حطيناها في الفرن وفي الشواية. تمام. جوسي وجميلة، بس انا الشواية عندي حامية شوية، لسعتها شوية من فوق. تمام. طعمها جميل وفي منتهى الجميل. غرقانة بشاميل والصوص بتاعها في منتهى الجمال. تمام. جربوها لولادكم، طعمها جميلة بالسجق جدا. جربوها لولادكم وبألف هنا على قلوبكم يا حلوين. ومستنية تجربوها وتقولي لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. كنت معاكم رحاب حسين.